السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم مدار الأخبار. نشرت الجريدة الجزائرية الجزائر تايمز مقالا بعنوان المغرب يراهن على تطوير تجارته الخارجية بتوسيع الصادرات، وجاء في نص المقال: من خلال توسيع قاعدة الصادرات واستحداث فرص عمل جديدة يسعى المغرب إلى تطوير استراتيجية تهدف لتعزيز التجارة الخارجية ومعالجة العجز في الميزان التجاري المسجل. عمر حجيرة كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية سبق أن قال في بيان أن بلاده أطلقت منتصف يونيو حزيران المنصرم عدة مبادرات بهدف تعزيز التجارة الخارجية. وأضاف المسؤول المغربي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق برنامج التجارة الخارجية بين عامين 2025 و 2027. وأضافت الجريدة الجزائرية الجزائر تايمز: وأوضح حجيرة أن جميع مكاتب دعم التجارة الخارجية ستكون مفتوحة أمام المصدرين والشركات في مختلف جهات المملكة بهدف تعزيز العدالة بين المناطق وتوزيع فرص التصدير. كما أعلن حجيرة عن إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالتجارة الخارجية باستعمال الذكاء الاصطناعي عبر منصة تجارة AI التي ستوفر باقة متكاملة من الخدمات والمعلومات الموجهة للفاعلين الاقتصاديين على مدار 24 ساعة بهدف تعزيز التجارة الخارجية. وبحسب أخنوش تعتمد خارطة الطريق على 3 أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب عمل، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 شركة مصدرة جديدة سنويا، وتحقيق رقم إضافي من الصادرات بقدر 8.4 مليار دولار. كما تضم خارطة الطريق الجديدة عدة محاور بينها تسريع رقمنة التجارة الخارجية وإحداث مكاتب جهوية لمواكبته، والترويج لصادرات الصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعية والتضامنية. وأردفت الجريدة الجزائرية الجزائر تايمز: وفق إحصاءات رسمية سجلت الصادرات المغربية 45.5 مليار دولار خلال العام 2024 بنسبة ارتفاع تقدر ب 5.8% مقارنة بالعام الماضي. وزاد نفس المصدر: يتصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات المغربية إلى الخارج، ثم مادة الفوسفات والمنتجات الزراعية.